الجزء الثاني راح نكون مع دكتور روبن. تفضل دكتور. قد ما أيد بسيمة رابق كنشتة ألقش مردوطانيتا دوا خباطة شابيرة وبسيمة تري هاي بسيمة رابق اللاني ميقري كهنة تينا إثيه ويا ونعشنا رابا شابرتي لقد أب اللانت إيتن وكهنة إيتن قلريقة جاونا إيد هاويلون شوتابوتا هاويل المشاركة بدني خوباطي ومدري إقارة ليقة كله خنواتي القشناية خورواتي القشناية يعني تراو بينون وأرخم يقري وأخص بالذكر زملاء دي من جامعة الموصل دكتور عامر ودكتور علي أني مجد هاي بسيمة رابا يعني جوي من الموصل لحضور هذه المحاضرة أشكرهم شكر خاص يعني والبارحة أيضا كانوا موجودين لكن للأسف كان خلل في التوقيت يمكن أشكركم جدا. ما عندي الوقت الكافي أعتقد للتطرق إلى الشيء اللي أريد أقوله أو أتكلم به. أنا راح أتكلم عن التراث والهوية. أنا عندي تراث يشكل هوية، وطالما هناك تراث مشترك يعني ذكرها بنيامين أكو شيخاني في القوش، أكو شيخاني في بيباد، وشيخاني في هكاري، وشيخاني في أورميا، وهذه مراسيم الزواج تكاد تكون متشابهة لكن متطابقة باستثناء وراء ما صارت الانقسامات الدينية صار اختلاف جزئي وطفيف جدا في هذه المراسيم، لكن هناك كشيرة أيضا في قرآن الأخرى كشيرة. هذا هو التراث المشترك اللي يؤدي أو يوحي بهوية واحدة. موضوع التراث يعني تراث موضوع شيق وواسع للغاية. التراث والهوية، التراث بصورة عامة هو كل ما تتركه الشعوب من إرث ديني وثقافي وأدبي وعلمي وعمراني وحضاري، وتتناقل هذا التراث لأجيال من جيل إلى آخر. إحنا وصلنا هذا التراث، هذه لغتنا مو إحنا اللي خلقناها، هاي السورث وصلتنا هي سورث، لكن اليوم إحنا بدنا أول شلون وصلتنا هاي السورث. واهتماماتنا اللغوية قادتنا أن نقول أنه السورث تكونت أو آبائنا وأجدادنا في أزقة بابل وأزقة آشور كانوا يتكلمون السورث منذ القرن الثامن أو السابع قبل الميلاد كما يقول عالم الآشوريات سيمون باربولا، هذا مرجع معتمد. السورث هي خليط من الأكادية الأم والآرامية اللي دخلت من غرب الإمبراطورية وأدخلت معها بعض الحروف اللي كانت صعبة على اللغة الأكادية منها العين، ولذلك كل السوراي ما نقدر نلفظ العين، وأيضا الهاء بها مشاكل لأنه إحنا هذه الحروف الحلقية أخذناها من السومرية، دخلتنا من السومرية ما كنا نجيدها. هذا موضوع لغوي بحت. إذن التراث هو كل ما أنتجه الفكر الإنساني في علم من العلوم أو في فن من الفنون، طبعا اللي وصلنا أما كتابة أو شفاها. التراث اللي وصلنا كتابة هذا يعني مطروق وهناك بحوث ودراسات عنه، أما أنا اهتمامي هو التراث الشفاهي اللي يحتاج إلى دراسات ويحتاج من عندنا احنا المهتمين بهذه القضية إلى التوثيق، لأنه إذا ما نوثق تراثنا يروح من عندنا. والتراث يتشكل في أرض، يعني شيرة ربان هرمز هنا نسوي هاي الأرض. إذا عندنا أرض خاصة بنا، قرى خاصة بنا، هناك نقدر نمارس تراثنا، وبالنتيجة راح نمارس الهوية في هذه البقعة. وعلي أنا مهموم بمقال جدا مهم بالنسبة للرأي، لأنه شفت هناك خلل أقوله في الفكر الآشوري المعاصر هاي 100 سنة. إحنا بصورة عامة نعتقد أو نؤمن بأن التاريخ هو أقوى من الجغرافيا،
وهذا خطأ جسيم في عقليتنا. الجغرافيا أقوى من التاريخ. نحن مهتمين بالتاريخ، آشوبانيبال، سنحاريب، إلى آخره، أغاني وكذا 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 وكذا. الجغرافيا أو الأرض، المكان، هو الباور. عندك أرض عندك قوة، ما عندك أرض ما عندك قوة. وعليه عندنا القوش، عندنا لغة الأم. إذا راحت من عندنا القوش أو هكاري أو أورميا أو درامسوق، تروح من عندنا اللغة. وأنا هذا الشيء تلمسته عندما زرت قبل 4 سنوات إلى أرمينيا. في أرمينيا هناك أبناء جلدتنا وصلوا إلى أرمينيا سنة 1828، وحاليا يشكلون 5 قرى في أرمينيا. طالما موجودة القرية الكل تتكلم السورف. في القرية نتكلم لغتنا. أما في المدينة، المدينة تبلع، المدينة بالعة للثقافات، المدينة بالعة وجارفة للهويات، وبالذات بعد هذه العولمة اللي تتهدد مو لغات، مو قوميات صغيرة مثل قومياتنا، لكن تتهدد قوميات أكبر. فلازم نهتم بهذا الموضوع واللي هو التراث. طبعا التراث بصورة عامة ينقسم إلى تراث مادي، اللي هو مثلا المباني، ربان هرمز تراث مادي متجسد، قبر ناحوم هذا تراث مادي. وتراث غير مادي هذا منقول شفاها مثل ما ذكر ابن يامين، مراسم الزواج، الأغاني، الرقص، الأزياء، هذا كله تراث غير مادي. هذا احنا نمارسه اب تو ناو، لليوم نمارسه ونشوفه في يعني احتفالاتنا، في نشاطاتنا الى اخره. وطبعا من ضمن هذا الغير مادي هو القضايا الزراعيه والقضايا الصناعات البسيطه اللي كانت موجوده، والحرف مثل ما ذكر ابن يامين الى اخره. اذا الهويه اللي انا اقصدها بصوره عامه، طبعا راح اذكر بعض الأقوال المأثورة. الشاعر أدونيس شاعر كبير، منظر شعري كبير وشاعر مشاكس، وأريد أفتخر وأقول أنه أدونيس المشرف على شهادة دكتوراه كان قس من قرية إنشكي، قاشق بولسنوية. هذا قدر أن يشرف على شاعر مشاكس مثل أدونيس، وهو اللي كتب المقدمة مال الثابت والمتحول. أدونيس يفتخر بقاشا بولس نوية اللي كان يسوعي وتوفى 1980. هو من إنشكي، هو من إنشكي. ماذا يقول أدونيس؟ من لا تراث له لا جذور له، ومن لا جذور له غصن يابس. لازم نوقف قدام هذا القول المأثور. وصديقي المقرب دكتور بروفيسور جيفري خان هو مسؤول الدراسات السريانية والآرامية والسورثية في جامعة كامبريدج، وقاد من 2005 2004 إلى 2009 قاد مشروع لتدوين وتوثيق بعض اللهجات السورثية. قدر هو مع طلابه، مع زملاء الطلاب اللي كانوا يبحثون في الماجستير والدكتوراه، أن يجمع 140 لهجة سورثية حاليا موجودة، وده يسميها داتا بيس. هناك بنك للطلاب في جامعة كامبريدج، للبنية إينور كوهيل اشتغلت على لهجة القوش وأخذت PhD بلهجة القوش. الطالب يشوف أوليات اللهجة موجودة في هذا البنك، في هذا الداتا بيس، بعدين طبعا يطور من بحثه أو دراسته إلى آخره. جيفري يقول: تراث السريان في لسانهم، يرتوثوخن جبموخن نيلا، يرتوثوخن جلشانوخن نيلا، ان لشانا خشلة يرتوثن تعزر. كل من دي ولا منطي لن بلشانا، كل من دي ولا منطي لن بلشانا.
أنا من ديانة ميريلي راي بنيامين، أنا مراسي من دوارة، أنا طخسي، أنا زمرياثي، أنا رقدي، أنا شيري، أنا كله تنياثي كله ولا مطيلا لشانا. إذن يرتوثا تراثيا إلى لشانا هالبد ولشانا إلى أو قشمة إلى العنصر الأقوى في جسد الهوية القومية. اللشانا إث أمتا إث. وطبعا لشانا ميكي آثي لشانا إن أرى إث إن جغرافيا إث لشانا إث. لذلك أنا مري الجغرافيا وبين كثبنا ومديو ربما هذا كتيب الجغرافيا أقوى من التاريخ. قالك كاله قمدوه قالك بشغله بخلة عقلية دي بلخخ الخمدي تيلي بوش أبديت بوش مثلا خمدي طاوة قبل أمتا إثراب أتلن أتلن يعني عندنا مشكلة في تداول اللغة. لغتنا انحصرت، اللي يتكلمون لغتنا هم قلة قليلة جدا، فصار عندنا نوع من الالتباس. مثلا أجيب مثلا عندنا اليوم دخلت قضية مشكلة التسمية. في العربية هناك الاسم، هذا مصطلح، هناك التسمية مصطلح آخر، وهناك السمعة. ثلاثة مصطلحات، ثلاثة كلمات متغيرة متباينة. احنا في لغتنا المتداولة، مو لغتنا القاموسية اللي احنا نعرفها، لا المتداولة، الناس عامة الناس سوادة عامة. الاسم هو شمة، التسمية هو شمة، السمعة هو شمة. هذا ما يجوز. لذلك صار عندنا اضطراب في قضية التسمية. الاسم هو الاسم الذي يطلق على هذا الطفل أو الإنسان من داخل بيته، من داخل هذا البيت، من داخل المجتمع. أما التسمية تجيء من خارج البيت. واحد احنا نسميه مثلا يوسف، من يروح المدرسة أو بالمحلة من يلعب يشوفون جسمه مثلا هو طويل، الناس زملاء أصدقاء المجتمع يسميه يوسف الطويل. هاي تسمية. يوسف الطويل تسمية جاتي من الخارج. احنا مدى نفرق بين شمة الاسم وبين شوماها التسمية وبين شمعة السمعة. خلاص الشمة بسيمة لي، خلاص كذا لي. أول من ديق مقاود لن مشاكل سبب ليه فهم الله أن مصطلحات سبب. أولا أخت مري يعني اللي دا يتكلم لغتنا، اللي دا يجيد لغتنا هم قلة، وعامة الناس ما تعرف لغة، لذلك صار التباس أو اختلاط. أيضا في الهويات هناك هوية إثنية ethnicity، وهناك هوية قومية nationalism. ربما الهوية الإثنية قريبة إلى مجتمعنا. عندنا تراث مشترك مثل ما قلنا تراثنا مشترك، وهذا يقود إلى هوية واحدة. لأن ما معقولة يعني ما معقولة تراث مشترك ولغة مشتركة وما أعرف شنو مشترك وإحنا هوياتنا متعددة. ما معقولة، ما يصير. علم الاجتماع ما يقبلها، اللوجيك ما يقبلها، اللوجيك ما يقبلها، ما يصير. علم هذا علم. نروح نناقش بالجامعات العالمية، اكو اساتذه وبروفيسوريه ما يستسيغون هذا الشيء. شنو هذا يعني؟ ما يصير. لازم نطور نفسنا بهذه النقاشات. الهويه القوميه الناشوناليزم، وطبعا هذا مصطلح جديد حتى في العربيه ورد حديثا، يعني في العربيه ورد في نهايه القرن التاسع عشر وربما بدايه القرن العشرين وبعد الثوره الفرنسيه. وطبعا بعد هذا الهوية القومية الناشوناليزم طلعت مفاهيم أو مصطلحات جديدة مثل النشيد القومي، العلم القومي، واللغة القومية. هذه جديدة هاي المصطلحات. الهوية العرقية الريس هي شبيهة بالهوية الإثنية، أي سلالة مشتركة وإرث ثقافي مشترك. احنا لازم نميز بين هذه المصطلحات بشكل دقيق وبشكل علمي حتى نقدر نعالج
مشاكلنا إن كانت هناك مشاكل يعني. إذن تراث السوريان الثقافي هو هويتهم بالمدلول العميق للهوية، لأن التراث كما نوهنا هو الذي يؤسس لأي قومية أو دينية، لأي هوية قومية أو دينية، فهو جزء لا يتجزأ من هوية العرب، هذا التراث. وفقدان أي جزء من هذا التراث يعني يعد فقدانا لجزء من هذه الهوية. إذا هذه الرقصات الدبكات مالتنا نفقدها، احنا راح نفقد جزء من الهوية. احنا من عندنا ملابس خاصة، زي معين خاص من نلبسه، هذا الزي الناس من بعيد يعرفون هذا سورياني، هذا كلداني، هذا اشوري. ملابس الكهنة هذا الزي خاص، والطبيعة هي اللي تخلق الزي. لذلك احنا ازيانا بصورة عامة هي ملونة، لأن طبيعتنا كانت ملونة، الطبيعة اللي عشنا بها كانت ملونة. يعني مثلا شلون الزي إلى علاقة بالهوية، أنت من تشوف إذا تشوف واحد لابس دشداشة ويتمشي على هذا جبل القوش، هذا الطبيعة ما تقبل هذا الشيء، ما يقدر يمشي. لذلك احنا أهل اللي عشنا بهاي المناطق الجبلية ملابسنا فضفاضة، أيضا جبل لبنان دروس كذلك إلى آخره. إذن الزي ينطيك هوية. أنت من تتكلم سورث أنت سورايا، تتكلم قرذذ قرذايا، تتكلم عربذ عربايا، تتكلم التركذ تركايا. هاي واضحة جدا، ما تحتاج إلى قلم وورقة. احنا نتكلم سورث فاحنا سورايا. والمصطلحات اللي صارت، مثلا أهل الموصل نطقوا أو سموا لغتنا من كانوا أهل القوش يروحون للموصل حتى يبيعون الباشيلة البطيخ، كانوا يتكلمون مع بعض، طبعا على شيء يتكلمون سورث مع بعض. كان عرب الموصل بصورة خاصة يعني يسموها هاي اللغة لغة فلاحي. فلاحي ماذا تعني؟ احنا شوية نتألم من هذا المصطلح فلاحي، نشوفه وكأنه هو مس. فلاحي هذا يعني لغة الفلاحين، آبائنا وأجدادنا كانوا فلاحين. وطبيعي الفلاح منه الفلا وصاحب العقار وصاحب الأرض وصاحب البستان. إذا ما عنده أرض شلون يزرع؟ لذلك اللي وفدوا إلى الموصل ما كان عندهم أرض، ما زرعوا. إحنا كنا نزرع، سمونا لغة فلاحي، وأخذوها الإخوان الأكراد يسمونا فلا، يعني هي من الجذر العربي فلاح. يعني أنا ما أقدر أزرع فيها القوش، ودكتور عامر ما يقدر يزرع فيها القوش، بس راي بنيامين يقدر يزرع. احنا ما عندنا بستان، ما عندنا أرض، وين نزرع؟ يعني حتى هذه المصطلحات وين كانت شعبية لكن إلها مدلول، وإحنا لازم نرجع لهذا المدلول حتى نقدر نستنتج أو نوصل إلى الأماكن التي دانا. طبعا الشيء اللي أحب أخيرا يعني ككونكلوجن، الخلاصة، اليوم قرانا قصباتنا بصورة عامة هي متاحف. اليوم القوش متحف. يكفي هناك قبر ناحوم منذ سنة 700 قبل الميلاد، شلون يكون المتحف؟ هذا مو متحف؟ في كل قرية من قرانا هناك دير قديم أو كنيسة قديمة أو زقاق قديم أو باب قديم أو إذن قرانا هي متاحف، ومن المفروض أنه أن نحمي ونطور هذه المتاحف. وبالذات بالنسبة لنا احنا لازم نحاول نحافظ على هذا التراث اللي وصلنا من آبائنا وأجدادنا. يعني جريمة أن نفرط به وننساه وما نمارسه وننطيه لغيرنا، جريمة كبرى. لازم نتشبه بهذا التراث حتى على الأقل واجبنا الأول في الحياة اللي هو احترام
ما أنجزه الفكر الإنساني والفكر آبائنا لازم نحترمه ونطوره إذا نقدر نطوره. طبعا إذا ما نقدر نطوره على الأقل نحافظ عليه كما هو بدون تشويه. هذا واجبنا الإنساني أولا، ثم الثقافي، ثم القومي، ثم القريوي إلى آخره. هذا واجبنا، وهذا تراثنا اللي نمارسه في هذه الأرض هو أيضا هويتنا. هذه هويتنا. يعني مو شرط تكون تسمياتنا هي هويتنا، تراثنا هويتنا. وعادة نركز على هذا المفهوم، تراثنا تراث مشترك. احنا عندنا قضايا مشتركة نقدر نشتغل بها، ونقدر نطور بعض المفاهيم من خلال هذا التراث، من خلال احترام هذا التراث، ومن خلال التشبث بهذا التراث. قبل ما أنهي أنا حقيقة أعطيت فكرة يعني مقترحة إلى الألاقشة، الزملاء الألاقشة. من المهم جدا هكذا أرى أنه في القوش نعقد سنويا مهرجان للتراث، وعندنا جدا قضية يعني جدا سهلة، وهي خلينا نقول يعني موجودة، جمهور موجود بالذات في أيام شيرة ربان هرمز، ناس موجودين، وهناك ناس كثير يجون من الخارج، إن كان خارج القطر وإن كان خارج القوش. ونقدر هذا العمل نسويه في 10 خيم نخليها في هذا النادي. مثلا واحد يعرض عنده ملابس، واحد يعرض عنده عسل يبيع، واحد يبيع كذا يبيعها إلى حتى نشجع أنه يعرض اللي شيء عنده. واحد يبيع مخطوطات، واحد يبيع كتب إلى آخره. مهرجان نقدر نجسد هويتنا في هذا المهرجان، وهذا شيء جدا بسيط. وأنا أرى أنه وبالذات المثقفون الألاقشة لازم يقومون بهذا الدور. مو بس يعني ننطي أفكار أو نتكلم عن أفكار أو آراء، لا، لازم ننفذ. تنفيذه يمكن أول سنة شوية صعب، بعدين لا يصير شيء يعني اعتيادي جدا. كل سنة أكو مهرجان للتراث في القوش. أنا أتعمد أروح لهذا المهرجان حتى أشتري ملابس القوشية، أنتظر سنة. وهذا الشيء موجود في العالم المتحضر في أوروبا، أنا شفته في هولندا. يعني كل شهر فلان مدينة تسوي مهرجان خاص له. زين، احنا بس ندعم. شنو نسوي مثل ما قلنا، ننطي هذا اللي يعرض نتاجه، ننطي قيمة وننطي مكان وننطي كهرباء إلى آخره. الزوار راح يجون، ناس تحب تشوف التراث، تحب تشوف هذا جهاز تقطير، قضية فكر. يعني الفكر يسوي عرق من هذا العنب، هذا فكر، هذا ليست عملية سهلة، يحتاج له فكر. شلون فكرها؟ هاي السكريات يسوي ويسكي من تفاح، شلون يعني؟ شكرا جزيلا للإنصات. وأتمنى من زملائي في جامعة الموصل أنه مستقبلا نعقد هكذا ندوات أو هكذا محاضرات في جامعة الموصل، حتى يكون لنا حضور سرياني في الموصل. نعاود الحضور السرياني طبعا في الجانب الأكاديمي، أنا أقصد في الجانب الثقافي، أنا هذا شغلي يعني، مو الجانب الآخر. وأيضا أتمنى مرة ثانية من جمعية القوش الثقافية أن تكثر من هكذا نشاطات، على الأقل يعني نشوف زملاء، نشوف يعني نقدر نتبادل الآراء، وممكن الأخوان الجمهور يضيف إلى آرائنا، إلى يعني طروحاتنا الشيء الكثير، لأنه جمهورنا وجمهور مثقف أكيد عنده أيضا فكر، وعنده أيضا آراء، وعنده خبرة في تناول بعض الأمور. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا. بس مكان راضي. طبعا بشينا بدءا بدعوة كريمة من جمعية القش الثقافية، حضرنا اليوم لسماع المحاضرتين القيمتين لأستاذنا ملفونو بنيامين حداد، وكذلك لزميلي وصديقي دكتور روبن بيت شموئيل. حقيقة المحاضرتين قيمتين جدا، وركزتا على الموروث السرياني، سواء من يعني منطلق يعني المحاضرة الأولى ومحورها أنه عادات وتقاليد الزواج في البلدات السريانية وفي تراثنا وموروثنا السرياني، الذي وجدنا فيه صدى وامتداد للموروث الرافدين القديم الذي قرأناه في النصوص المسمارية.
وغيرها من الموروث. يعني طبعا هو الموروث يعني يقسم إلى موروث مادي وموروث غير مادي الذي هو الأمثال والعادات، التقاليد، الأزياء، الأكلات، غيرها. ركز أيضا محاضرة دكتور روبن، وهي مهمة أيضا جدا، ركز فيها على أن الموروث هو يعني الهوية، والهوية بالتأكيد لها عناصر مشتركات التي هي التراث والجغرافيا والتاريخ. وركزنا على عنصر الجغرافيا، بحيث أنه لأن الأرض دائما تتكلم آشوري أو سرياني. الأرض يعني تعني آلاف القرى السريانية، الأرض تعني آلاف التلال الأثرية التي تستبطن آلاف الحواضر الآشورية وغيرها. محاضرة كانت قيمة جدا، لذا نهيب بالناشئة والشباب والجيل الآشوري الصاعد والواعد أن يحيي أمجاد موروثه، وأن يحيي لنا تلك المهن السبعين على الأقل القوشية التي للأسف انقرض جلها. القوش مشهورة بخطاطيها، القوش مشهورة بمهنها، النقارين، شواهد القبور. ندعو إلى إحياء تلك المهن لأن هذه هوية القوش. أجيب كنشتد القش مردو ثانيتا أثوا خملوها بمحاضرة دتريع الإرابي رابي بنيامين حداد كاثوا مهيريلا ودكتور روبن بيتشمويل مختصي بلشانة مقرولة التراث ديا التراث الشعبي مش كبيرة السرياني ومخصص يعني ديلانايث من دي دويب جو القوش ومحكي له يعني إذا أنه أخني يعني عمي عم سوريا عم ديحي الآي أثر ديحي له وكل أني دويبة ديله أني شولان دزله من جيبن دمر خلقوا عربي دمون قرض له منن كل أني بالخوالة القش بأوزونا إثوانا بشم أربي شولاني بالخوالة أني هر آخر يعني القش منتجة واوا لزوالة لا الموصل الدهوك أثياوة شقراوة من دي منن إثواب الشؤخ نواث القش مثاوى والدكان دو يخوضرنا لثوى ترمبيلة سيارات لثوى مثاوى المثاوى ديا من مثاوى خوضران مثاوى جيبا وخني جيبا مزبليوة والإبد أمرنخ والآخر بالخيوة صنعي وبارود يعني بارود كذا تميله أوديوة أثمن دي تمها لا تشرب وإنما بالخيوة ورخاثة حاشيوة عليه جو كافي كيبي بقيوة عليه توري وباني وقوي باتر يعني والآذي طيلو غير كبير الصناعات خافليث وقت تتخرنا كبير هذا وربي روبن محكي التراث ديا الهوية ديا وديك ربطي انه يعني اللشانة امد هوية ودلت اللشانة لت هوية ودلت هوية لت اللشانة انزل اردي ينزل اللشانة لما هذا اخني انا هذا اتوياتا كبخ تد مزيدخ من دي اولاد مزيدخ وانما تدم عوضخ من دي دزل منن دام حكى لي دكاتره اختصاص سريانيه واكاديه من جامعه موصل محكونا من اخني شنو خش وخلنا وانا السردره تشا مني زله التنغض درة بشتا هذه لازم لا بسم حفظخ الله انما زرخ لك اخر تتدياوى بيرو محكي لي انا من كما من يعني مداخله دي مريت نخني كل مثواثه دي لك كبيره تابع موصل الى نينويله واذا جامعه موصل لا تقتل من اشتيت ولا بريثه ولدها لا جو بغداد بتخلق قسم سرياني جو اربل بتخلق قسم سرياني بينما اخذ جو موصل وكما ودنا حد قالك بثوق قسم سرياني اخر جيبان انا مناش انا عمري 25 سنه قبل زايد درس انا كذا اللي انا قرايه وكتابه وبشوق وكذا بس هي متزالي بيشنا أكاديمي غير شكلي لو يعني يمكن بتزالي بدي مشجعي فما هذا أخني يعني كبخ لا بس تدمر إثوالا تراث كبخ أملخ ما أوذخ تدلزال من دي الذهبي ذا زل ميرالي هم ده قوم داخل ميري إيه تمين أقل ده كم طعنا للشانة بس إيه تهمها يتشيله لا مش ليبه لأنه كذا كبت لك إذا أنا آيت لك إذا دادم يا أخي لك بفهم ميوت بمارا مرو لنجوش عربي ما مني بقول بقرأ العربي إمتى تهاود تغمير أنت تنتفاعل بين مدرسيات هذا بتخلق جيبا العفو جو يعني دي إما مدرسة سورة هذه ولا خبيرة يمكن 50 شو إيش إن شان جيبا بدايم
وأمدن دي المدرسة والمدارس تي حصص أنا أطلب لي من هاوي مش كبيرة وهاوي تتكمرخلة يعني بيرالة هاوي مثمرة هاوي فعالة لا ياوي لمنهج يعني موضوع لا منهجي تضي له رسم وتضي له هم قودين أبو الكيمياء شاقل شوب السريانية قاي من البيئة السريانية بهذا بدأت يا شباب دي لا زايد من طالع حيوية محاضرة تداو أكاديمي وتاو إجباري إلزامي اللي يعني واليته اللي احتدآتي أنا قرب شو بدي ألف له أخني دائما كوذق محاضرات جو تاريخ وشعبيا وتراث ولشانة وأث محاضرة بشم التراث ديا الشعبي وأزياء الزواج دقورتا تكالو خثنا وشمد كل مندي دكباي شبريا جو زواج بالتفصيل كم قارئ طالن رابي بنيامين حداد ودكتور روبن هم حكي له بحث هوية وميرا أنه قرق تدلمن شيخ لشانة ديا لأنه لشانة ديا هوية ديا أخذ كل يذخ يرتوسع عميته وصرنا المقرولي باح ملوء دي يرتوسع عميته إلى هي يوسى ديا إمن أخني يرتوسى ديا لما خخلا هذه سكالة دي إلى هي يوسى ديا دين مشكل خلا اديو التنخني ثلاثة طقس قيمي وديك مشر إيثوسة ديا إلى أرأى إلى تشعيثة وإلى يرتوسة أنا هي يوسى إليه خذا يرتوسة إلى لشانة إديو إلى أو أتشا إيبن النطرخ له بدلتا تشعيثة إيبن نطرخ له إديو وأخبخ هايا ختمة أي كنواثة عشقه ليبن نطرخ له تشعيثة ديا ولا دمرن بدمرن ولا بستجنوتا تراث ديا وأنا عياذ ديا وتقاليد ديا أباني ولا يعني برخد موثة ود إيبن مخنة إلى اللشانة مخن هي يوسدي بلا لشانة بتبشرن بقو يامد موافق خنة إيمن أنا نطر اللشانة ديخ نطر لشانة خشون خميرة بدارن بقو شرواثة بقو يالي شرواثة دي لبثاية هذه بتبيشة أث أن شرواثة إيمن تدنطر لشانين وتاو مملين جو أتلشانة بدي هذه منيلة شمح منيلة أفرح ميلة أصلح وشرشح ما بتهاو كبير أمواثة تغضط خيري أنا كبير أمواثة شقلة لشاني شقلة هي عيوسة ديي شقلة شرشة ديي أصلة ديي لكي منيلة إجو وبشيري جو يامد أمواثة خنة أخني إديو نطرخ اللشانا وإيبن نطرخ اللشانا أو من دي الحوذايا دي إيبن النطرخ لإديو اللشانا إيبي أنا إديو اتبثخن غدا دورته وملبن لشانا لكن أنا ليبي النطرنا إيفن أي كنواث عشق جراف يدي أرأى ليبي النطرنا ختم أي كنواث عشق يلي ليبي النطرنا ولا شقيلة تشعيثة دي ولا شقلته أن عياذ وتقاليد آني ولا بشخلوب لشانة هالآويلة وآوى لشانة نطرنة وإيبي نطرنة ايكد هاون لبس هاون جو أفرا هم آون جو أفراوات قالوا التوتاووثة تاما إيبي ملبنة عيالي بايش مخ مير بايش مخ هيايوثة تتخري إيمن تدياذي لشانة بتاخر أفرح وبتاخذ بهذه منيل تطميري وبهذه ميل الشمح وميل هي يوسديح هذه ونيشة ديا اديو أن ما تخرخ تنعمق بتشعيثة هي يوسدية ديا عمقت له بتشعيثة وشرش ديا اصلاي له
وأخني مارد أن أصرواثة ليخ أنا مذبتن إن ديون أنا مارد أصرة إن هي يوسد إلى ذنة إلا هاولي هي يوسى إلا هاولي ذا يذعثب تشعي سدئي وبقو أرقد بأصري وبقو يرتو سدئي فأخني إديو كسوخ ين ياو خملوء ين بأرخد ومانوسة وقيم صلمة ولا تدنطرن تبايش استخلونا مسومايا تشرواسة دي لابثايا بس إيبي دوزنا ليبي مضيرنيه خك مقاثة من أي كانواث عسق لكن لشانا إيبي الملفنة هم لها ومدرشياثة رشماياثة إيبي أنا نطرن إيبي كل بيثة مولب أنا لين مولب بس قراية وكذا لا لشان سوابايا يومايا أبي مليان تيلك أبي إن خميلة لك لنا شيلة بروني لنا شيلة جانح منيل اديو قطرا ديو كنشتا تألقش مرتانيتا خا خضرة ندوة ايوا خد شمة يرتوثا عميثا التراث الشعبي راي بنيامين محكيلي على زواغة جو ألقش اشقلي خم ديلانا يتألقش وانا محكيلي وين مصوت لي ينهم زملي ين مللي الخملوءة بيش قامنايا انا محكيلي اليرتوثة وهي يوثا صري باليرتوثة وبال هي يوثا ومري قد اخرا انتلن يرتوثة مشو تفنتها يعني اتلن خطورات مشترك او بدمهادة بتفاقد او من دي الخاء هي يوثا ليه هو يتهاول تراث مشترك وادت لخرابة هويات اي الليبريا موخة لي قابلة لوجيك لي قابلة كد يرتوثا الى مشتركة رقدا وزمرا رابا من شيرا رابا من ديانة إنا كلها مشتركة ايكت هابي مناي ولا اما جي ما اخرن ايواغ اتلن اغدا هي يوثا امتنيثا انا صري بيا ومري قد كمت اتلن ارى كمت اتلن ماثا كمت اتلن جغرافيا اخرن اتلن يرتوثا وارى كي مبرا لشانا ان اتلن ارى ان اتلن ماثا ان اتلن خم دي لنايا ديانا ما صخم خامخ لي يرتوثا جاوا او امناثا بوش انا قيثا من يرتوثا الى لشانا يما ما صخم خامخ لي مثواثا ومرمنا خشعار مرمى خشعار مرن آتي مخكي همزم مصاوث جبيثة بسورث قم ترى مود بيد مصوتة مصاوث سبب قم ترى شو ليه بلقي مدرسة لا بلقي بشركة همزم إنجليز همزم كردي همزم عربي ليه أو دخا مع عبدانوثة إن جبيثة لا هوية مخكد عربي ين كردي ين إنجليز هل هذا أبقيتها طلبت لها مني لا أوذي رازب لشان عروايا مخيل مخاميت لشانا ان اوذي رازب لشانا ناشفت هاي مجبر بشميل دي ميوزك ليبي خمندي من داها لشانا او اختم رخ يعني او من دي شوكولاته استنتاج سود لي قداها مملي وانت لي صوره قد اهك مشتت القش مرتنيتها او ذات خضري هاد خوباطي اخنا كمت ماسخ اخنا بت معضرخله بتسندخله سب الى خمدي البوث هي يوثة أمتن والبوث يعني أخنا بيخ مغزغلة جانا مغزغلة هي يوثا برابا ورخاثة خمنا أني خوباطي مضوطاناي دي خمزومي جابي بالقد بشانا بالقد بقاربة ناشديا وناشدين والأغزايا زي قد أخنا المودينا رأيانا خاثي مو بيخ ايكلا قطرن قد مجربة شارخة لقطرن وأخنا زي ماطق هيدي لنا أمواثة تيل هدية منتية اتلا مردوثة برشتا اخر زي بيختاوخ مردني بداها عالما خاف